8 سنين ما نشوف غير بواط. جوع، برد، خوف، قتل، شتم بالدين، شتم العرض. بتطلع بالشرطي تطلع جثة. ممنوع ترفع ممنوع ترفع راسك. دائما تكون ساجد للشرطي. حكمني القاضي الميداني محمد كنجو، اللواء محمد كنجو، حكمنا اعدام. قبل التحرير بساعة كان الجنزير جاهز للاعدام. في عالم كثير ماتت معنا. والله يصبر كل ام فاضت شاب. انا وصل الخبر لاهلي انه انا ميت. خبر انه بس تزور السجين صادنايا، خلاص بس زرته اول مرة وبقعد تشوفه. يعني اهل الاهالي تيجي تزور، انا كنت ازعل على الاهالي، يجوا يزوروا اولادهم على الفاضي. 8 سنين ولسه ما مبين شو مصيري. مصيري اعدام، بس ايمت بدي اخلص. هلا الله شهرين عم بتعالج، بس انا لو مالي بحاجه ما بنزل بشتغل. بس انا بحاجه بدي انزل اشتغل. ومنزل معي ابني عمره 11 سنه. عم يشتغل معي. مشان ايش؟ عشان يساعدني شوي بالبيت. هلا صحتك كيف؟ امورك كيف؟ الحمد لله. عندي تورم لسه باجراي. وعم بتعالج من شان الرئه، لاني عندي نص الرئه رايحه. لاني انا نزلت مرتين على السنه. هي الرئه لبين ما ترمم بدها 5 سنوات. وصلنا خبر انه الزلزال دمرت حلب. فقلت بجوز اطلع ما الاقي حدا. بعدين ادعي رب العالمين، قال له يا رب قبل ما انعدم اشوف امي بس زياره وحده. طمني على اولادي وطمني على حالك. بعدين يا رب اعدلني. بدي اقدم مستقبل لاولادي. ما بدي احسسهم انه كان ابوهم مفقود. خلص طلعنا هي الدنيا، وش الله بكتب علينا هو الخير. انت لما كنت بالسجن شو كان حلمك؟ افتح محل تجاره البسه. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله، الله كريم. ان شاء رب الله. العالمين اكرمك. نعم. وطلعت من هالمسلخ. نعم. وانت ما شاء الله عنك يعني تحط على الراس والله. الله يكرمكم يا رب. رجعت تشتغل وتكمل حياتك. نعم. تعبان جسديا. لنا زيارة يا اخي محمد. 100 اهلا وسهلا. زيارة سريعة نطمن عليك. 100 اهلا وسهلا. توصينا بشيء؟ ما بدي غير سلامتكم.